ده منظم الضغط بتاع الهواء والفلتر اللي بيسحب الميه من الهواء بتاع الكمبرسور عشان العربيه دي تترش، والعربيه دي مرصوصه جوه وبره، دواخل وخوارج. طبعا ده بيقلل كتير جدا في قيمه العربيه، بس هي مدهونه بطريقه كويسه بانواع بوهيه كويسه تقريبا ماكسيموم عشان تطلع بنتيجه كويسه في الاخر يعني. بس مش ده اللي انا جاي اتكلم فيه، انا جاي اكلمكم عن حاجه ثانيه خالص. العربيات اللي بتقطع نص ورا بيقابلهم مشكله كبيره قوي اليومين دولت، اللي هو العربيه بتاعته تعمل حادثه ويروح قاطع النص الخلفي يحط نص ثاني جديد. طبعا بتقابلهم مشكله كبيره قوي اليومين دولت. انا هسال باشمهندس رامي سؤال، حضرتك بتشتغل في الحاجات اللي هي الانصاص والاربع لو عربيه عملت حادثه او حاجه زي كده بتشتغل فيها يعني؟ مساء الخير يا استاذ احمد، منورنا ومساء الخير على متابعينا الكرام. احنا بفضل الله ما بنشتغلش في موضوع الانصاص خالص، وحضرتك هتقول لي ليه ما بنشتغلش فيه؟ لان انا هجيب اول حاجه بس من الناحيه الدينيه، انا ما اقدرش ان انا اساعد تاجر انه يغش عميل ويبيع له عربيه نصين على انها سليمه مهما كنا متمكنين في الموضوع. الشق الامان نفسه اللي احنا بنهتم بيه للعملاء بصراحه ان هي ما فيهاش اي امان خالص لصاحب المركبه او عيلته. ده يعني ممكن العربيه ينفصل النص مهما كانت جوده اللحام. ده حصل كتير جدا، ده حصل كتير جدا وشفناه في حوادث كبيره جدا يعني العربيه نصين يعني اللي قاعد ورا يلاقيه في الشارع وهو في حته ثانيه. هو لو حضرتك تفتكر بس الحادثه بتاعت العربيه اللامبرجيني دي يعني كانت اشهر حادثه في مصر يعني. دي كانت مقطوعه اصلا. طبعا دي كانت متجمعه نصين. طب الشق الثالث والمهم قوي اللي هو القانوني. هو الشق القانوني. النهارده المرور في لجان متخصصه ان هي تراجع العربيه تقول لنا اذا كانت العربيه تصلح للاستخدام. ده بيحصل امتى؟ لما يكون صاحب المركبه نفسه حصل معاه حادث بعد الشر عليه يعني. تمام. توجه وتعامل محضر بالحادث قبل ما يبدا الاصلاح لازم يخطر المرور. بالظبط، كلام حضرتك مظبوط مليون في المية. تمام. فبناء عليه هو مثلا امكانيات الماديه مش مساعده ان يجيب عربيه جديده، فبيفتكر ما بيروحش بقى للمرور، لان هو غالبا برضه المرور مش هيوافق اصلا على موضوع الاصلاح لو حاله حادثه كبيره، صح؟ بنسبه 70 80% بالذات اللي احنا عليها موضوع القطعيات. في قطعيات ممكن المرور يقبل بيها يتحافظ على امانه صاحب المركبه، وفي قطعيات لا طبعا، لان مهما كان الكواليتي الخبره بتاعتنا في العمل بتاع القطعيات مستحيل انه هيكون بنفس الكفاءه بتاعت الستاندرد بتاعت المصنع ذات نفسه. بالظبط. تمام. يعني احنا ما بننصحش ابدا لو واحد عمل حادثه اللي هو يغير نص. لا مستحيل. لكن ممكن ناخد القطعه بتاعت النص دي نشتريه جاهز ونبدا نغيرها احنا بدون لحامات بدون ما نقطع ونحاول نفردها على قد ما نقدر. بالظبط، وده اللي احنا بنعمله هنا لما بيكون طالما اساس العربيه نفسه مش هسبب فيه تغيرات في الشاسيه، هو امان اصلا العربيه. نبتدي ان احنا نعالج الحمد لله ربنا باحدث الاجهزه عندنا. احنا عندنا هنا احدث الاجهزه اللي موجوده في سوق السمكره والدهان في مصر والوطن العربي بفضل الله. ما شاء الله. وشغلنا بيتكلم عننا ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يوفقكم ويرزقكم من فضله ويرزقكم بالحلال دايما. حبيبي تسلم، وحضرتك منورنا. شكرا لك. ربنا يخليك. شكرا لكم يا جماعه.